الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواها ولا معبود غيره. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يقول عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول عز من قائل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الرجولة أحبتي في الله، الرجولة السليمة القوية هي مطلبنا في هذه الأيام الحرجة التي تمر بها أمتنا المسلمة. الرجولة عند ورودها في القرآن تضيف مع دلالاتها على النوع معاني أخرى تسمو بالنوع إلى السمو والامتياز. يقول: يستعمل القرآن كلمة رجالا وصفا للمصطفين الأخيار، فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والوصف بالرجولة في بعض المواطن تعريف مقصود يوحي بمقومات هذه الصفة الكبيرة من جراءة على الحق ومناصرة للقائمين عليه. يقول جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ويقول سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويبحث عن الرجال الذين يناصرونه وتعتز به دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل ربه فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب. يقول الراوي: وكان أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى هو عمر بن الخطاب. كان يتطلع صلى الله عليه وسلم إلى معالم الرجولة التي تؤثر في نشر الدعوة الإسلامية وإعزاز الإسلام. كان إسلام عمر حدثا كبيرا وجدت رجولته في اللحظة الأولى من إسلامه، فبعد أن كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بدينهم أو الصلاة أمام الناس جهروا بها لما أسلم عمر بن الخطاب. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولم تكن رجولة عمر في قوة بدنه ولا في فروسيته، ففي قريش من كان أقوى منه، ولكن رجولته كانت في إيمانه القوي بالله سبحانه وتعالى ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكبار. لما هاجر الصحابة كانوا مهاجرين خيفة من مكة إلى المدينة وهاجروا سرا، أما عمر فقد تقلد سيفه
ومضى إلى الكعبة بعد أن أسلم فطاف وصلى في المقام وأعلن هجرته على الناس جمعا وقال لهم: من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فلم يتبعه منهم أحد. وأيضا قد وضع عمر بن الخطاب برنامجا لتعليم الرجولة لأبنائنا، فيقول رضي الله عنهم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ورووهم ما يجمل من الشعر. رضوان الله عليه. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. I praise Him the way He should be praised. I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evil deeds that we commit. We seek repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone has been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, no one will misguide him. And anyone has been misguided, no one will guide him. I bear witness there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, alone without any partners. And I bear witness that Muhammad is His servant, Allah's messenger. May the peace and blessing of Allah be upon him, upon his family, and upon those who follow them in righteousness until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala, brothers and sisters, says, which means among the believers are men who have been true to their covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala says, which means men whom neither trade nor sell divert them from the remembrance of Allah. And when we say to someone that he has a true manhood, that means that he has the qualities of bravery, being honest and standing up for the truth for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says, which means, and there come a man running from the furthest end of the city, and he said, O Musa, verily the chiefs are taking counsel together to kill you. So escape. Truly I am to you of those who give sincere advice. The Prophet ﷺ used to look for men, true men, that could help him spread the beautiful message of Islam. The Prophet ﷺ used to ask Allah subhanahu wa ta'ala and supplicate to him, O Allah, make Islam strong with the two men, or with the ones who are more beloved to you of the two men, Abu Jahl or Umar ibn al-Khattab. The narrator of this hadith commented that the more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala of the two men was Umar ibn al-Khattab, because he had the qualities of manhood that would have the positive impact on spreading the message of Islam. The acceptance of Umar ibn al-Khattab Islam was a great event that manifested his manhood as soon as he embraced Islam. Abdullah ibn Mas'ud said, we have remained strong ever since Umar ibn al-Khattab embraced Islam. We must know that, brothers and sisters in Islam, that when Umar ibn al-Khattab became a Muslim, it's not because of his physical strength or his bravery, for there was in Mecca people who were stronger than him. But he has strong faith in his heart, a quality that one respect and honor for him. While the other companions of the Prophet ﷺ, when they were migrated from Mecca to Al-Madinah, they were doing it in secret. When Umar decided to migrate from Mecca to Al-Madinah, he armed himself with a sword, and then he went to Al-Kaaba, and then he made a tawaf and prayed behind the maqam of Ibrahim. Then he announced to the Quraysh chiefs, and he told them, whoever wants to make his mother grieving, his children orphans, and his wife a widow, then let him follow me into that valley. And of course nobody followed him. Umar ibn al-Khattab laid a very strong program for implementing manhood in our children and in ourselves first, when he said, teach your children the art of spear throwing, swimming, and horse riding, and relate to them with a good poetry. Manhood's quality is pursued by people of high ambitions, brothers and sisters, and those men who have serious thinking. It is a basic quality that is needed by every man. For when man loses the qualities of manhood, then they cease to be real men. Manhood is deeply implemented in a person through strong belief in Allah subhanahu wa ta'ala, nurtured by the sound upbringing of the Muslim parents,
and developed by a good example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. In the eyes of Islam, a real man is the one who has good virtues and deed to his credit, and he has good manners and conduct toward all people. إن الرجولة مطلب يسعى للتجمل بخصائصها أصحاب الهمم العالية، ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية. فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال، غثاء كغثاء السيل. الرجولة ترسخ بعقيدة بالله قوية، وتهذب بتربية صحيحة من الأبوين المسلمين، وتنمى بقدوة حسنة قدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قد ربما يكون ميزان الرجولة عند كثير من الناس هو مادي فقط، فمن كان جميل المظهر مكتمل القوى كثير المال فهو الرجل الطيب. ولكن الميزان الحقيقي في شريعتنا الإسلامية السمحاء هو من كانت أعماله فاضلة وأخلاقه حسنة مع الناس. مر رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، إذا خطب يزوج، وإن شفع أن يشفع، إذا هو تقدم بالوساطة يشفع ليحكم بين الناس، وإن قال إذا تكلم فالناس يسمع له. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، إذا خطب لا يزوجه أحد، وإن شفع أن لا يشفع، إذا دخل في وساطة لا تقبل وساطته، وإن قال إذا تكلم لا يسمع بقوله. لماذا؟ لأنه فقير. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير، أي الفقير هذا خير من ملء الأرض مثل ذلك، مثل الغني، لأن الغني ذلك كان فقيرا. الغني الرجل كان غنيا كان كافرا، أما الفقير فكان مسلما، فالفقير خير، المسلم خير من ملء الأرض من الكفار. والرجال أحبتي في الله لا يقاسون لا بضخامة أجسامهم وبهاء صورهم ولا بثرواتهم. فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد إلى الشجرة ويأتيه بشيء، فلما صعد عبد الله بن مسعود انكشفت قدماه، فنظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قدمي عبد الله بن مسعود فضحكوا من رقاقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ يعني لماذا تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فهذه هي الرجولة الحقة، فهي رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وشهامة، تعاون بين المسلمين وتضامن. الرجولة تحمل المسؤولية في الذب عن التوحيد، عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنصح في الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. A man passed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was a rich man. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the companions, "What do you think of this man?" They replied, "Well, he deserves to be married when he proposes, and he should be accepted his intercession when he intercedes between people, and when he listens or when he talks, that people should listen to him." Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam remained silent. Then a poor Muslim man passed by the Prophet. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the companions, "What do you think of this man?" They said, "He deserves not to be married when he proposes, nor to have his intercession accepted when he intercedes between people, nor to listen to him when he speaks." The Prophet ﷺ then said, "This one is the poor one is better than fall of the earth of the other one, because he is a Muslim." So real men are not judged by the size of their bodies or their outward beauty. Ali ibn Abi Talib narrated, the Prophet ﷺ sent Abdullah ibn Mas'ud to fetch something from him from the tree. Then when Abdullah ibn Mas'ud climbed the tree, the companion looked at his legs
and they laughed at it because they were so thin. Then the Prophet ﷺ said, "Why are you laughing? Verily, or by Allah, Abdullah's leg on the day of resurrection will be heavier on the scale than the Mount of Uhud." So real manhood, brothers and sisters, mean to be being thoughtful and speaking good words, having decency and solidarity with the Muslim, and having a sense of responsibility to defend the kalimatul tawheed, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and to give sincere advice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to the Muslims. Allah Azza wa Jal says, which means, "And there came a man running from the furthest part of the city, and he said, O Musa, verily the chiefs are taking counsel together about you to kill you. So escape. Truly I am to you of those who give a sincere advice." أقول قولي هذا عباد الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.